كل سنة وانتم طيبين. بما ان خلاص رمضان قرب، عادتنا بقى ان احنا لازم ناكل رنجة وفسيخ قبل رمضان. تقريبا كل المصريين بيعملوا كده، عشان كمان في العيد بعد الصيام برضو بناكلهم، عشان في رمضان ما بنقدرش ناكلهم. وانا ما شاء الله متظبطة حاجات مصرية بقالي فترة من ساعة ما المصريين كتروا هنا ما شاء الله، وهم يعني مروقين علينا. وفي منطقة في اسطنبول كلها مصريين تقريبا، وفي اماكن بتبيع منتجات مصرية فيها، فلما كانوا صحابي ينزلوا اسطنبول كانوا بيجيبوا لي الحاجات اللي انا عايزاها. بس طبعا مش كل حاجة زي في مصر، فتعرفت على ناس بقى برضو مصريين شغلهم ان هم يوصلوا حاجات من مصر لتركيا ومن تركيا لمصر. فهتلاقوا ناس كتير عاملة الموضوع ده. لو انتوا حابين يعني تجيبوا حاجة من مصر او حاجة من تركيا، هتلاقوا ناس كتير عاملين الموضوع ده، وهتلاقوا ليهم صفحات وبيبقوا حاطين ارقامهم وتكلمون. بس خدوا بالكم من النصب. اللهم بلغت. شايفين بقى طريقة الرنجة دي تحفة. لو جبت الرنجة ولقيتها حادقة سنة تعمليها بالطريقة دي، طعمها بيبقى خطير. حتى لو دلع برضو اعمليها بالطريقة دي خطيرة. ما بتبقيش عارفه انت بتاكلي رنجة ولا تونة ولا ايه بالظبط، بس بيبقى طعمها حلو قوي. شفتوا بقى راجل التلج زاحف ازاي، مع انه قعد كذا يوم، بس خلاص رمضان داخل علينا، لازم الشمس تنور في تركيا والجو يبقى تحفه. فاحنا بقى بنجهز كده تجهيزاتنا. قلت اغبز واعمل حاجات حلوه كتير في البيت، لان انتوا عارفين طبعا شهر رمضان بيبقى اليوم قصير والواحد ما بيلحقش يعمل كل حاجه. فقلت لا، يبقى عندنا العيش بتاعنا وعندنا حاجاتنا في البيت واروق عليهم قبل رمضان. شايفين بقى حمدي لما بيشغل الجمجمه، الفرن ده كان عندي بقى له فترة كنا عاملينه عمولة برضو، بما ان هنا الافران في تركيا مختلفة عن النظام المصري. فلقينا واحد عربي عامل صفحة ان هو بيصنع افران، فطبعا برضو ما يعرفوش الفرن ده، لان الفرن ده مصري بحت، الفرن اللي هو البلدي بتاعنا. فاحنا بعتنا له صورة الفرن اللي كان عندنا، وحاول يقلده كشكل. فعلا عمله كشكل الفرن المصري، بس كان من جوه بقى ان هو يبقى زيه، لا ما كانش زيه، كان فرن عادي. وكان عامله 3 شعلة زي ما احنا طالبين، شعلة تحت وشعلتين في الجنب. عيبه كان ايه بقى؟ كان لازم يشتغل هادي، لو عليته يطفي، يعني الغاز يفضل مفتوح على الفاضي، فما كانش فيه امان. فكان في حاجة غلط بقى في الفونيا، في حاجة غلط في تصميمه. المهم ان هو عمل لنا جسم بس، انما كفرن وكده وامكانيات لا، كان ضايع خالص. وكمان الدهان اللي دهنوا بيه اسوأ دهان شفته في فرن، كان بيطلع دخانة رهيبة. والله العظيم معرفش ازاي يدهن فرن بدهان يطلع دخان ويبقى وحش بالشكل ده. يعني انا عندي كان سووا صاج افضل. فحمدي بقى فكر في ان هو يستغله ويعمل له اعاده تدوير، فطلعت معانا النتيجه التحفه اللي انتوا شايفينها دي. بس ان شاء الله لو لقيت صفحه بتشحن حاجات اجهزه وحاجات تقيله هجيبه برضو من مصر، لان الناس اللي انا اعرفهم اللي بيشحنوا حاجات من مصر بيشيلوا حاجات في شنط عادي كانهم مسافرين وبيبقى معاهم شنط، انما حاجات تقيله لا لسه ما شفتش حد. فلو لقيت صفحه كويسه وناس محترمه وناس فعلا بتشحن الحاجه بما يرضي الله، لان بقول لكم الموضوع ده في ناس نصابين وفي ناس بتضحك على الناس وتاخد منها فلوس. انا الحمد لله ما وقعتش في حد كده، بس بقابل ناس كتير بتتعرض للمواقف دي، فخدوا بالكم. وكمان حمدي حاطط البازلت، عارفين البازلت اللي هو بتاع الافران ده، عشان يخلي الصاجه بتاعته ما يلزقش فيها الحاجه، لان كان عامل لنا الصاجه استغفر الله العظيم يا رب خفيفه والحاجه بتلزق فيها، فكان وحش جدا. سيبكم من قصه الفرن الحزينه بقى، نخش بقى في تحضيرات رمضان. طبعا معروف رمضان يعني رقاق باللحمه المفرومه، لازم من اساسيات سفرة رمضان صينية الرقاق باللحمة المفرومة. انا عجنت 5 كيلو، هما 5 كيلو بالنسبة لي انا كتير، عشان انا بفرد لوحدي وندى بتسوي عليا، وبنسوي على الفرن اللي هو التركي اللي هو الصاج ده، فبالنسبة لنا ال5 كيلو كمية. انما زمان بقى لما كنت بساعد امي ولا حماتي ما شاء الله كانوا بيعملوا كميات 15-20 كيلو ممكن اكتر. كان ممكن يعملوه قبل رمضان ويعملوه في رمضان تاني على دخلة العيد. فما شاء الله زمان كان بيبقى عدد بيساعد كذا ايد، انما انا وندى بس اللي بنشتغل، ف5 كيلو بالنسبة لنا اخدوا مجهود مننا. بس 5 ده اللي اتعجن. طبعا اللي بفرد بيه ده برضه بيتحسب من الوزن، يعني نقوله مثلا دخلنا لنا في 6-7 كيلو لما خلصت فرد. طبعا انا بفرد وندى بتسوي، انا بفرد بالاربعه فوق بعض، بحط فيه دقيق كتير جدا عشان ما يلزقش، وافرد بالاربعه مره واحده عشان ما فيش حد بيقطع لي او بيفرد لي شويه وانا اكمل، لا انا بعمله كله من اوله لاخره. وندى بتسوي برضو مسؤوله عن التسويه. اهم شيء تنفضوه من الدقيق حلو، وبعد ما تحطوه على صينيه كده تسيبوه يعرق، ولما تيجوا تسووا تقلبوا الايه، تجيبوا اللي تحت فوق واللي فوق تحت عشان يكون عرق وشرب الدقيق اللي فيه. فلما تيجوا تسووا الرقاق ما يبقاش كلها دقيق من فوق شكلها مش حلو. طبعا انا اتعلمت الحاجات دي كلها من امي، لان انا كنت بساعدها زي ندى كده من وانا صغيره، وبتبقى ذكريات حلوه قوي انا مش ناسيها. عشان كده بحاول اخلي ولادي يعيشوا نفس الايام اللي انا عشتها، ان هم يعملوا حاجات كتير حلوه في البيت، سواء كان عيش سواء كان رقاق، اي حاجه بنعملها بتبقى ذكريات بعد كده للاطفال لما يكبروا يقولوا يا امي كانت بتعمل لنا كذا
كنا بنعمل معاها كذا. وطبعا بيتعلموا لما بيشاركونا في الحاجات دي، فالاطفال بتتعلم. فالحاجات دي خير في البيت. هنا في تركيا على فكرة في رقاق واقدر اشتريه جاهز، بس مش هيبقى زي اللي احنا بنعمله في البيت مهما كان. والعيش المصري وكل حاجة انا بعملها في البيت انا بعملها عشان انا وانا صغيرة كنت بفرح لما بعمل الحاجات دي مع اهلي او اشوف اهلي بيعملوا الحاجات دي في البيت. بحس كده ان البيت فيه خير وفي اجواء حلوة وفي مشاركة وفي ان احنا بنبقى ملمومين مع بعض بدل ما كل واحد يبقى ماسك تليفونه. فالحاجات دي بيكون فيها مشاركة بتبقى حلوة والحاجة بيبقى لها طعم احلى. انا بحب اسوي الرقاق على البوتاجاز من فوق، بس لازم تكتروا الزبدة اللي بتحطوها او السمنة البلدي اللي جبتها من مصر تحفة. السمنة البلدي بتاعت مصر اللي يعلى عليها. انما في تركيا الزبدة تكسب. يعني في مصر السمنة البلدي احلى، بس في تركيا الزبدة اللي هي الصفرة هنا فظيعة. فربنا ما يحرمنا من خير مصر ومن خير تركيا، ونفضل واخدين منهم الحلو دايما. شايفين بقى صينية الرقاق بتبقى ولا الفطير المشلتت، مقرمشة من بره ومن جوه بقى الطبقات طرية كده وتحفة. وعملت لهم بقى شوية سمان بالحشوة برضو المصري بتاعتنا، بس السمان ده تركي. نسيت اجيب حمام، يعني انا طلبت كل حاجة ونسيت الحمام. جبت سمنة وجبت فسيخ وجبت رنجة وجبت إزدالات وجبت عبايات وجبت حاجات كتير قوي، بس نسيت الحمام. بس ما فيش مشكلة، هما بينزلوا اصلا كل 15 يوم. يعني انا لو عايزة كل 15 يوم حاجة من مصر هجيبها، ما عنديش مشكلة. لا وكمان لو عايزين نوصل حاجة لأهلنا برضو بيوصلوا لنا. لو احنا عايزين نودي حاجة في مصر يوصلوها، ولو اهلي عايزين يجيبوا لي حاجة والدي الله يديله الصحة بيروح لأقرب موقف ليه، يكون رايح المنصورة، لأن اللي بتوصل لي دي من المنصورة. بيكلفت الحاجة كلفتها تمام ويروح ملزقها ومديها لأي سواق في الموقف يكون رايح المنصورة في الناس اللي بتوصل. فالموضوع الحمد لله بقى سهل جدا. بس عايزة أقول لكم العبايات المصري والإسدالات المصري كانت وحشاني بشكل رهيب. أنا لفيت كتير ورحت كتير، بس فعلا العبايات والإسدالات في مصر حاجة تانية. والسر في المقاسات المبحبحة، لأن أنا في تركيا عبايات برضو جامدة وحاجات جامدة، بس للأسف ما بتلبسنيش غير لما بكون خاسة. فإن شاء الله لما رمضان يجي كده بالسلامة وتلاقوني أنا والبنات لابسين إسدالات وعبايات حلوة، أعرفوا إن هي من مصر على طول. شوفوا لي بقى الكيكة الجامدة دي. اي نعم هي تركي، بس انا بقيت اعملها احلى من المحلات والله. يعني حمدي بيشتريهاش من بره قد ما انا بعملها له وبيطلبها مني. وعملت بقى شوية قراقيش بالعجوة اجدع من بتاعة الفرن برضه. والله ما شكرانية في نفسي، بس فعلا الحاجة في البيت بتطلع تحفة. عندكم يعني مثلا البيتزا والله ما بيحبوا يشتروها من بره، بيحبونا نعملها في البيت، بتبقى احلى مليون مرة. يعني انا بستغرب من الناس اللي بتشوف اكل بره احلى من اكل البيت. لا والله اكل البيت احلى بمراحل. بما اني بقى عملت معجنات، فعملت بقى شويه قرص فلاحي. انما ايه تحفه، اليوم كله كان فلاحي في فلاحي. عايزه اقول لكم لما بفتح في المعجنات بحب اعمل كذا صنف مني، وهعمل بقى اعمل كذا صنف. وبالمره بقى عملت لهم شويه فطير مشلتت بس طلعوا زي العسل. اهم شيء في الفطير نوع الدقيق. تجيبوا دقيق يكون نسبه البروتين فيه عاليه، يعني اكتر من 11. في بيبقى 10 وفي بيبقى 11 ونص وفي بيبقى 14. يعني كل ما تعلوا نسبه البروتين في الدقيق بيطلع في المط احسن، والعجينه مش هتقطع منكم. يعني كده عرفتوا ان الدقيق كل ما كانت نسبه البروتين فيه عاليه كل ما يدي معاكم مطه وعرق. فانتوا خدوا بالكم من النقطه دي في البيتزا وفي الفطير. وطبعا لازم يتعجن كويس، تعجنوه كتير وتسيبوه يرتاح برضو عشان يدي معاكم المطه اللي انتوا شايفينها دي. وكل ما سيبتوا العجينه ترتاح كل ما اديتكم نتيجه افضل. انا بقى كان عندي فضول افرده بكذا طريقه واشوف الفرق، وطلعوا كلهم احلى من بعض. الرك بيبقى على الدقيق ونوع السمنه مش على طريقه الفرد. يعني انت لو فردتيه باي شكل من اللي انا عملته، سواء الطريقه الاولى او التانية او التالتة، التلات طرق انجح من بعض. بس لو دي وحش والله لو فردتيه بايه هتبص تلاقي العجينه بتتقطع منك، وبعد ما بيستوي كانك عامله عيش مش عامله فطير كده رقات رقيقه ومورق وحلو. فاهم خطوه فيه الدقيق. لو الدقيق جه معاكي حلو طبعا هتفرديه بسمنه حلوه كده، زبده او سمنه ايا كان اللي عندك، او سمنه على زيت، وهتلاقي العجينه معاكي حلوه وبتتمط بتتفرد، فهتبقى سهله بالنسبه لك. وبرده الفرن لازم تكون درجة حرارته عالية عشان يقب معاكي ويتنفخ في الفرن. لو فرنك هادي بلاش تعملي فيه ولا بيتزا ولا فطير، لان الحاجتين دول بيحتاجوا نار عالية زي العيش بالظبط. ودي بقى طريقة تشكيل القراقيش بالعجوة، ليها كذا طريقة بس انا بحب الفه كده، بيبقى شبه بتاع الافران وبيكون سهل بيتقطع بسرعة. وطبعا الفيديو ده كله مش في يوم واحد عشان ما تفكروش ان انا عملت عيش وعملت فطير وعملت كل ده في يوم واحد. لا طبعا احنا خبزنا العيش في يوم والرقاق كان في يوم تاني
تاني خالص. والمعجنات دي كانت في يوم يعني على بعضها، المعجنات والفطير دي كان في يوم على بعضه، لان مستحيل اعمل الحاجات دي كلها في يوم واحد وانا حامل كمان. ده انا بقى انسان خارق، حتى لو مش حامل ما اقدرش طبعا. انا بصور لكم على مراحل وبرجع اجمع لكم المقاطع، وبعد ما اجمعهم واروق كده وافضى برجع بقى ان انا اسجل لكم عليها صوت، عشان كده بتاخر عليكم في الفيديوهات. بس ان شاء الله اوعدكم ان انا مش هتاخر تاني. ادعوا لي اقوم بالسلامه كده واولد، وانا باذن الله هزهقكم مني ومن نونا الجديده. باذن الله هنزل لكم مقاطع كتير وفيديوهات كتير على قد ما اقدر، لان انتوا والله بتوحشوني زي ما انا بوحشكم، انتوا بتوحشوني برضه. ربنا ما يحرمني منكم ولا يحرمكم مني. وبس كده اقول لكم بقى مع السلامه، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه عشان انزل لكم فيديوهات كتير.